شلونكم اخواني؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم راح اجيكم عن اسعار تصليح السيارات في الكاهون سان دييغو امريكا. وصار وياي كلكم تعرفون سيارتي اكورا 2011. قبل 3 اسابيع بديت التايرات 4 جدد، كلهم اخذتهم جدد التايرات 4. وراها بيومين طلعت عندي اضويه بالشاشه مال السياره الاي بي سي، وعندي مال السياره من تزلق بدأت تطفي الدقمه مالت الضوء مالتها. وعندي بعد السياره كل ما اذا اطفيها 3 مرات 4 هي الكهرباء مالتها الدقمه اطفيها مو سلف ما تطفى، كل ما اذا برك ما تطفى السياره. مشيت اسبوع بالسياره هاي الحاله، وراها قامت تطلع عندي اصوات بالسياره، تحس مثل شيء من جوا الصدر مال السياره، مثل شيء نازل ويطخ بالشارع، واصوات قويه. ما عندي وقت، كان ما عندي مجال، جدول مالتي مزدحم، شغل، جامعه، شيء ما دا اقدر اوديها. مشيت هالحاله، صارت اسبوعين على هالحاله، قامت تزيد، قامت كل ما الف في السياره يمنى يسرى صوت كلش ما ينحمل، يعني العالم اذا امشي بالشارع صوت كلش قوي، مثل ما قلت لكم شيء عبالك حديده واقعه او شيء جوا السياره وبدها تسحل بيها. المهم وديتها الشخص هنا بالكاهون موجود، اول مره اتعامل وياه، جيت اوديها انا غير مصلح ميكانيكي، واحد قريب على بيتي، عالم دزولي عليه قالوا لي هذا شغله مضبوط. رحت السلام عليكم، قلت له يابا هاي سيارتي هيك اذا تطلع اصوات، انا هيك بدات التايرات وهاي الامور. اول حكايه له افحص لك كهربائيات مال السياره $100، اذا صعد لك السياره اشوف شكو جواها اخذ $40 $25، اسوي لك اياها ب$40 اذا مثل ما تقول. قلت له عوف لي الفحص الكهرباء $100، اذا شوف قل لي شنو هي العله، هاي هيك دا يصير وياه، شنو العله؟ ايش قد تكلفني؟ حسب حساباتي، جزء ما محسب حسابي اني، جزء فلوسي ما تكفي. قال لي ما هذا اصعد لك اياها اذا تشوف شكو هاي $40 اسوي لك اياها. قلت له صعدها. صعد السياره، باوع جوا السياره، عندي من يم التاير اليمين ما اعرف ايش يسمى قايمه، سنسر عندي قايم، وشغله ثانيه قايمه. قال لي انت ظليت تمشي على السياره اكو شغله الاخذ $200 اذا واصله حديد على حديد ويا التاير، البوربرن اكو شغله مثل شيء بلاستيك ما اعرف شنو هذا منتهي لان يطلع عندي اصوات. اقول له عزيزي اخذ السياره هاي قبلها دقيقتين بس شوف هاي الاصوات شنو. لا انا ما اخذ السياره، ما افتر بالسياره، راسا على الفحص، كهرباء $100 اسوي لك اياها $40، اشوف لك اياها، اشوفها صعد لك السياره شكو جواتها. قلت ليش $100؟ خليه يشوف لي هاي $40 يفط لي اياها والاضويه مو مشكله، هسه الكهربائيات مالتها. صعدها، سنسر عندي محترق، شيء عندي قايم من طرف اليمين مال التاير اليمنى الامامي عندي، فهوايه شغلات صايره بالسياره انا ما اعرف بيها. وقال لي اكو شغله الاخ، هاي شغلتين هسه عندي عاطله، شغله الاخ من يفتح السياره ويشتغل بيها يقول لي انا تاخرت عم ما تجيب لي. صح انا تاخرت وهمال من عندي اسبوعين 3، يلا وديت السياره ما كان عندي مجال، بس يعني السالفه كانت تكلفني كلها $150. هسه اقول لكم ايش قد كلفت علي. قلت له يابا توكل، اذا انا حدفع مال الفحص انت من حتسويها السياره يمه بعد ما ياخذ مال الفحص لان حتشتغل بالسياره، ما ادفع لي $40 او ما ادفع لي $100. عرف شنو الخلل بالسياره؟ حيشتغل ما ياخذ من عندي بعد فحص، اما انا انطي فحص وما اروح على غير واحد من يريد فحص. المهم اشترى لي الشغله العاطله ب $83، الشغله اللي $87، هاي ايش قد سويت؟ بال170. هاي اول شيء. قال لي $200 من افتح واشتغل بالسياره يبين يمي انه يحتاج انه ابدلك اياها $200 ولا ما يحتاج. وقال شغل ايدي اخذ $200، شغل ايده $200. انا رحت ب 11 ونص، قال لي ب3.5 تخلص سيارته، 3.5 تخلص سيارتك. يعني ايش قد يسوي الحساب؟ $570 سيارة كله من وراء الاهمال
يعني لو من البدايه اني سويت هالسياره ورحت شيكت اول ما طلعت التنبيهات كان كلها ما كلفتني 150 170 دولار، ويا شغل الى روح 300 دولار، كان سيفت 270 دولار. بس مثل ما قلت لكم ما صار عندي مجال، والسالفه صارت خطره، اصوات كلش قويه قامت تطلع عندي، وانا اسوق خط سريع كله. يعني قال لي انه التايرات انت والسوق ينكسر واحتمال يصير لك حادث تنقلب السياره، يعني لو متاخر بعد. قلت له توكل، ولا حظي ما اعرف يسويها انه هاي الشغله من 200 دولار انه تطلع حمينه خربانه ولا لا. المهم هو قال لي ب3.5 تكمل، انا تمشيت له هنا قريب علي، تمشيت له رحت له ب2 وربع، انا دوصل محله خابرني قال لي سيارتك خلصت، يعني مخلصها قبل الاتفاق بساعه. طب قال لي هاي الشغله مال 200 دولار هم انا عندك منتهيه. ايش قد كلفتني السياره؟ 570 دولار سويتها. بس شنو سويتها؟ رجعت بلاديه صفر، لا صوت، الكهربائيات كان عندي مال ايرباك، عندي اشاره تطلع، السائق مالتي اني الكيس الهوائي هذا دا يشكل اول ما اشتريتها انا بيها مشكله، مسوي لي اياه كل عندي 3 شغلات كانت باللوحه مال الشاشه كلها صلحت وصفرت وصارت مضبوطه، السياره رجعت مضبوطه. هاي بس اريد اقول لكم هاي اسعار 570 دولار السياره صلحتها اني. واذا يصير عندك اي خلل بالسياره من البدايه روح شيك، لان الامور تزيد عندك وتطلع تصير عندك عطلات ثانيه. لو انا موديها من اول اسبوع اول 3 ايام كان ما كلفتني كلها 150 دولار، تاخرت اسبوعين زمان زادت المشكله وزادت الوضعيه مالتها السياره فد مره، فكلفتني بال 570 دولار هنا عندنا بسان دييغو كاليفورنيا تصليح السياره اكورا 2011. اوكي اخواني، مع السلامه.